عمالين نبرر للأنانية ونقول أصل سيستم كده، أصل هي المعاملة إنجليزي، أصل هو كده الطريقة أمريكاني، كل واحد يحاسب لنفسه. بس السؤال هو إحنا من إمتى بقينا ناخد القيم بتاعتنا من الإنجليز ولا الأمريكان؟ المفروض إن إحنا مسلمين. السلام عليكم، أنا أحمد ودي حلقة جديدة من سلسلة علاجنا صورة. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن مشكلة الأنانية، وعلاجنا هيكون من سورة الإنسان. في سورة الإنسان ربنا بيعرض لنا نموذج مختلف خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني بيعطوا الحاجة اللي هم محتاجينها وبيحبوها خالص، مش الحاجة اللي هم مش عايزينها. مش بيطلعوا اللبس القديم اللي عندهم، لأ، بيجيبوا أحسن حاجة هم حابينها ويتصدقوا بيها. تعالى بقى للأحسن، إن هم مش مستنين شكر من أي حد خالص، ولا فارق معاه اللي هم بيعملوه حد يعرفه أو لأ، مش شايفين غير ربنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شايفين الآخرة، خايفين من ربنا. أنا مش بقول لك تعالى نغير العالم، بس بقول لك تعالى نعمل حاجة بسيطة يمكن تبقى سبب في إن احنا ندخل الجنة وندوق نعيم ربنا. تعالى ناخد خطوة صغيرة، ولو في حاجة عندنا ممكن تبقى عزيزة علينا شوية، تعالى نجرب إن احنا نطلعها لحد محتاجها من غير ما نعرف أي حد حوالينا. تعالى نرجع مفهوم احنا ونبطل نقول أنا بس. فتعالى نرجع نقرأ سورة الإنسان ونقف عند وصف الأبرار ووصف الجنة، لعل وعسى إنها تطفي الأنانية اللي موجودة جوانا، ونبطل الثقافة بتاعت أصل النظام إنجليزي وأصل مصلحتي، ونرجع نفكر في إحنا وكلنا. العلاج موجود هناك في المصحف في سورة الإنسان، مش في الفيديو بس. بإذن الله نكمل في حلقة جديدة وعلاجنا صورة.